السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هعمل معاكم سلطة الفواكه. بصراحة من أكتر الوصفات اللي بحبها، سواء في الصيف أو في الشتاء. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. زي ما انتوا شايفين أنا عندي تفاح، مانجا، موز، عنب. تقدروا تستخدموا أي أنواع فاكهة تكونوا بتحبوها أو يكونوا الولاد بيحبوها. بعد كده حبايب قلبي هبتدي اقطعها لمكعبات زي ما انتوا شايفين. لكن عندنا يعني اصناف من الفاكهه لازم نضيف عليها نص عصره ليمون، زي الموز، زي التفاح، زي الجوافه، علشان ما نغيرش لونها وما تتبلش. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، هبتدي اجيب بقى بوله وهنزل فيها بكوبايه كامله من عصير البرتقال. بفكركم من العصير ده اللي عملناه مع بعض قبل شهر رمضان الفضيل وفرزناه. إذا ما كانش متاح عندك تقدري تجيبي أي علبة عصير، بس يفضل إن العصير ما يكونش فيه سكر عشان تقدري تتحكمي فيه. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من العسل. عايزة أقول لكم ده السيرم أو الشيرة اللي بعمله دايما للحلويات، وبصفيه وبشيله عندي في التلاجة علشان أستخدمه. بجد بينفعني في حاجات كتيرة جدا، مش بس سلطة الفواكه، وفي العصاير كمان. وبقلب زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. بعد كده هبتدي انزل بالفاكهه بتاعتي، هبتدي بالتفاح لان التفاح اكثر مزازه، فهنزل بيه في الاول. طبعا تقدروا تستخدموا عسل، تقدروا تستخدموا سيرم، تقدروا كمان تستخدموا سكر اذا حابين، مش هتفرق. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. بعد كده بقى حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين هنزل بنص مقدار المانجا بتاعتي. المانجا بتاعتي سكري، فطبعا كانت يعني طرية شوية، ما تنفعش تتقطع قوي، فحاولت ان انا استخدمها هي كمان كسيرم. نزلت بالموز، وفي كل خطوة بنقلب كويس جدا علشان الفاكهة بتاعتنا تتشرب من السيرم بتاعنا. الموضوع سهل وبسيط والنتيجة حلوة قوي. هبتدي انزل بقى بالعنب بتاعي. العنب بتاعي مفيهوش بذر طبعا. وبنقلب حبايب قلبي زي ما قلت لكم اي فاكهة متاحة عندنا. عندنا بواقي فاكهة الولاد رافضين ياكلوها، نقدر نستخدمها ونعمل بيها زي ما انتم شايفين سلطة الفواكه بتاعتنا، ونقدمها بشكل تاني يا رب طبعا تعجبهم وتنور رضاهم. بنزل بقى اخر خطوة ببقية المانجا بتاعتي زي ما انتوا شايفين، بجد عاملة طعم حلو قوي مع عصير البرتقال. وبنقلب، ولا اسهل من كده. وصفة سهلة وبسيطة ونتيجتها حلوة قوي. عايزة اقول لكم كمان زي ما انتوا شايفين معايا كده، عايزة اقول لكم حبايب قلبي تقدروا طبعا وقت التزيين او وقت التقديم تقدموها باكتر من طريقة. إذا حابين تقدموها زي ما هتشوفوا معايا بعد شوية تقدموها بالكريم شانتيه، يفضل انكم تجيبوا الاكياس العادية. يعني مفيش داعي نجيب بقى الكريم شانتيه الخام ونعمل بقى موضوع، لان احنا محتاجين كمية بسيطة جدا للتزيين. زي ما هتشوفوا معايا كده، دي الكاسات اللي قدمتها من غير كريم شانتيه، وهتشوفوا معايا بقى الكاسات اللي قدمتها بالكريم شانتيه عاملة ازاي، بجد طالعة تحفة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بتمنى يعجبكم. يا ريت إذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، شير، اشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.